ماذا لديك يا دكتور أسامة يمكن أن تطرحه على الشيخ حازم أبو إسماعيل؟ شكرا يا خيري على هذه الاستضافة وعلى فكرة هذا البرنامج في الواقع، لأنه أنا أعتقد أن هذا البرنامج وما يشابهه من برامج من شأنها أنها تعرض أمام الرأي العام المصري مرشح الرئاسة. هذا تقليد جزء لا يتجزأ من التقاليد الديمقراطية في العالم، وبالتالي أنا أشكرك على هذه الفكرة وأرجو أنها تعمم ويرجو أنها تصل. بس يقبل المرشحين عشان بيخافوا. والله إذا لم يقبل مرشح فهذا يعتبر يعني عيب أو يعتبر شيء يعني يأخذ منه، لأنه إذا لم يكن يواجه الناس في برنامج فكيف سيواجه العالم كله وبلده كلها. وبالتالي هذا يعني أنا أشكر الشيخ صلاح أبو إسماعيل على أنه حازم صلاح أنه يعني قبل هذا باعتباره شيء منطقي وشيء مطلوب. وفي الحقيقة أنا أعرف الشيخ حازم صلاح من خلال والده، لأن والده كان صديق لوالدي زمان يعني وأعرف والده شخصيا. يعني كنت وأنا طفل صغير كنت أشاهد والده يعني بيزورنا في المنزل. والده بالفعل كان رجل عالم فاضل وله إسهاماته وداعية إسلامي جاب كثير من بلاد العالم وأعرف عنه الكثير يعني. أنا الحقيقة لما عرفت أن الأخ العزيز حازم صلاح أبو إسماعيل قدم نفسه كمرشح للرئاسة، هذه مبادرة جميلة طيبة وهذه يعني، إنما أرجو يا شيخ حازم أنك تتقبل فكرة أنه بما أن مصر الآن دخلت في عصر ديمقراطي حقيقي، وبما أننا بالفعل نريد هذه المرة وفي هذه الحقبة من تاريخنا أن رئيسنا يكون بالفعل رئيس جدير بمصر، فأنا متصور طبعا أنك سوف ترحب ويكون صدرك يعني متقبل لكل أنواع الأسئلة والانتقادات والملاحظات، لأن هذه ألف باء الديمقراطية في الواقع، وهذا ما نتعلمه في العالم كله. يعني أنا عندما علم بعض أصدقائي أني جاي هنا في هذا البرنامج فسألوني سؤال يعني بسيط، قالوا لي طيب هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رجل محامي يعني معروف، يعني له يعني إنجازاته في مجاله، إنما إحنا لم نسمع عنه بأي صفة سياسية ملفتة تجعله يجرؤ ويتقدم لكي يرشح نفسه رئيسا للجمهورية. يعني هو شأنه شأن مئات الألوف من المحامين اللي في سنه واللي في جيله أو الناس اللي بيعملوا في العمل العام بشكل أو بآخر، إنما يعني ما هو أداؤه السياسي، ما هو إنجازه السياسي، ما هو تاريخه السياسي الذي يسمح له بأنه يأتي ويرشح نفسه رئيسا للجمهورية. يعني أنا لسه دلوقتي كنت بسمع الأخ حازم بيشبه نفسه بأوباما، وقال إن أوباما طلع كده من غير أي خلفية. لا، أوباما راجل أولا راجل حصل يعني متعلم في أرقى جامعات أمريكا في هارفارد، راجل كان سياسي حقيقي وكان عضو مجلس الشيوخ، وبالتالي هو دخل العملية السياسية منذ بدايتها وله تاريخه السياسي. وأمريكا ليست بالبلد الهين اللي فيها السياسي عندما يصعد إلى المستوى الفيدرالي الكبير لابد أولا يمر على مستوى الحزب وعلى مستوى الولاية، وهو قد مر بهذه المراحل كلها. وبالتالي فالسؤال البسيط، ما الشيء الذي جعلك تفكر في أن تكون رئيسا لمصر ويجعلك متميزا عن ملايين المصريين اللي في سنك وفي ظروفك؟ يعني ببساطة شديدة. نعم، اتفضل. أشكرك جدا. أولا أنا أشكر هذا البرنامج والدكتور والأستاذ خيري على هذه المقابلة الممتازة. وثانيا أنا الحقيقة سعيد وعايز أقول لحضرتك بالعكس، كل ما الأسئلة ما دامت موضوعية لا تتصور ان انا ده بالعكس اتبسط اكتر، ما اتضايقش ابدا. الحاجه الوحيده هي ودي مش متصور في حق حضراتكم اللي هو التجاوز، انما ما فيش تجاوز خلاص بيبقى حاجه موضوعيه رائعه ولائقه وممتازه جدا. اما والد حضرتك عليه رحمه الله ووالدي فانا يعني فعلا اعرفه منذ كنت صغيرا وكنا يعني في منطقة واحدة، فيعني لا أنسى هذه الجلسات الطيبة وأشقاء حضرتك، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. سيدي، أولا التفاصيل اللي حضرتك تفضلت بيها دي معناها أنه لا يصلح أن يتقدم الآن إلا من سمح له نظام حسني مبارك بأن يمارس السياسة،
وانا اعرف، وده مش حاجه او من لم يسمح له. اسمح لي بس انا عايز اقول ايه، انه من سمح له حكم حسني مبارك بان يمارس السياسه تبقى له تجارب يقدر يكتبها في صفحتين 3. ودي حاجة أنا مش زعلان منها ولا حاجة. حضرتك كنت عضو في لجنة السياسات مع جمال مبارك، في دي ممارسة سياسية، فلما تيجي تكتب هتقول إن أنا كنت عضو في لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك في الحزب الحاكم لمدة كذا. ده قد يكون مؤهل سياسي، أنا ما عنديش هذا المؤهل السياسي لأنه كان في حظر. والدي نفس الحكاية، والدي ظل ممنوعا من الممارسة السياسية لمدة مثلا 20 سنة، ثم أتيحت له فأصبح نائبا في البرلمان 4 دورات معارضة. هو الوحيد في بعض هذه الدورات اللي اجتاز التزوير، وفي بقيتها كان يجتاز التزوير مع آخرين. وبالتالي الممارسة السياسية مش الممارسة التي يسمح بها الحكم الطاغوتي، وإنما الممارسة السياسية قد تكون في الشارع. بس أوباما بس اسمح لي أكمل. أنا ما كملتش. والدك كان في الإخوان المسلمين وكان يمارس السياسة ضد مبارك، برافو. ضد جمال عبد الناصر، ولم يكن له مسموح بالسياسة. يعني أنا أشكرك جدا على هذا الاستدراك، لأنه ده قاسم مشترك بيني وبين والدي. أنا ما دمت حضرتك معترف بهذا الاعتبار فده اعتبار متحقق فيا، إن أنا منذ وقت الجامعة كنت أنا الطالب رقم 2 في الجامعة في الممارسة السياسية دي، لأني كنت نائب المسؤول عن العمل الطلابي في هذا الوقت في الجامعة، في الفترة اللي هي كنت فيها طالب في الجامعة قبل أحداث 81. وبالتالي ده مشترك، ما دام حضرتك اعترفت بيه بالنسبة لوالدي فهو متحقق فيا، وفعلا تحقق لمدة طويلة. أما أوباما، فأوباما بالفعل كان محامي وكان بيمارس العمل السياسي الشعبي بالصورة اللي أنا بقولها دي، وما أصبحش يا دكتور أسامة، وحضرتك أعرف مني بكده، احنا المفروض بنتعلم ده من حضرتك، ما أصبحش عضو في مجلس الشيوخ إلا قبل 1.5 سنة فقط من ترشحه للرئاسة. ومعنى كده وأنا مترشح لمجلس الشعب سنة 95 قبل ترشحي للرئاسة ب16 سنة، ثم قبل 2005 قبل ترشحي للرئاسة ب6 سنين. إذا الممارسة السياسية، وفي المرتين فزت وحضرتك تعلم هذا على الأقل قضائيا يعني كعنوان للحقيقة. إذا أنا قبل الرئاسة ب16 سنة عندي شهادة بأنني كنت سياسيا، وقبلها ب6 سنين كنت سياسيا. وفي مجلس نقابة المحامين كنت نائبا لرئيس اللجنة السياسية في، وده ما قلتوش لكن يعني لأنه كنا بنتكلم عن المشروعات والإنجازات، إنما كنت نائبا لرئيس اللجنة السياسية، وأنا الذي حضرت المرافعات السياسية، جميع المؤتمرات لو حبينا نجيبه ده على النت، خطبي في مؤتمرات السياسية في نقابة المحامين أو الصحفيين أو في المحافظات. إذا لما نيجي نشوف الفارق بين ممارستي في نظام ضدي غير ممارسة شخص في نظام يكفل له، احنا بالعكس احنا أصبحنا أشد. ليه؟ لأن احنا الأجسام المضادة للطغيان عشناها من سن صغير. أنا أول مرة مخبر يجري ورانا كان سننا 16 سنة، مخبر يجري ورانا لأن احنا بنقول ان احنا مش موافقين مثلا على انه النظام المصري يعمل كذا، في حتى في ايام معاهده السلام، حتى في استضافه شاه ايران حتى. يا دكتور فانا عايز اقول ان الممارسه السياسيه، هل اعتقلت يا شيخ حازم؟ ما هو الاعتقال مش هو المؤشر، صح ولا لا؟ ومع ذلك السبب الحمد لله في عدم الاعتقال ان والدي كان نائبا مرهوب الجانب، فكان يخشى ان هم يعملوا حاجه زي كده في الفتره دي. صحيح ده تطور فيما بعد، لكن الى ان توفي كان هذا الكلام مرهوب الجانب، وبالتالي مش ده المؤشر. يعني مش المؤشر انه لا يعتبر اشتغل بالسياسه الا من اعتقل، وانما فلذلك انا بالفعل قيل هذا الكلام، ولا يزال كان ساعتها لا يزال على قيد الحياة مسؤول مباحث أمن الدولة اللي قال له والدي، قال له ابنك لولا إنك نائب كنا اعتقلناه. يضاف إلى كده يا دكتور أسامة حاجة أهم حضرتك تكون عارفها وموجودة عندنا مسجلة، إنه وزير الداخلية من 20 سنة وقف في البرلمان يقول الشيخ صلاح أبو إسماعيل وابنه حازم صلاح أبو إسماعيل بيتكلموا عن التقييم السياسي لرئيس الجمهورية،
وبيتناولوا ده في المؤتمرات. فأنا عندي شهادة من 22 سنة على الأقل، من سنة 89، بأنني كنت أمارس السياسة لدرجة أن الوزير يتكلم عن هذا. فلا يستطيع أحد أن يقول. إنما بقى لو هنعتمد على أنه الإعلام ما كانش بيسلط الضوء على النوعية دي من السياسيين اللي لم ينقطعوا أبدا. النقطة الأخيرة اللي أحب أقول لحضرتك إن أنا من 28 سنة، من سنة 84 لغاية النهاردة، كل محاضراتي وأحاديثي مسجلة وموجودة على النت. لم أترك قضية سياسية من 28 سنة إلا وأنا مناقشها، بما فيها ما كان يفعله مثلا بعض مرشحي الرئاسة الآن وهم في مناصب وزارية أو في مناصب سياسية. ليست هناك قضية سياسية إلا وتكلمت فيها، إلى جانب المؤتمرات اللي خارج مصر اللي حضرتها حول القضايا السياسية. إذن كل ما في الأمر إن بس ما كانش في حد عارف يتابع هذا الكلام، إنما هو كان موجود، ولو تابعوه وهو موجود دلوقتي على النت متاح لخلق الله جميعا. كده هو الشيخ حازم شايف ان الفتره اتربى في بيت سياسي، انه كان له نشاط سياسي، ترشح لمجلس الشعب، وده كله معناه ونقابه المحامين ودفاعه في بعض القضايا السياسيه. ننتقل للاستاذه فريده الشباشي. استاذه فريده الشباشي، ملف المراه وملف